عادي قصدكم ان انا اسكت؟ والله ما اسكت، حرام ما اسكت، لا ادي كلمة الحق لو ما اموت. يا اخي اصلا نكسك انا. من هو هذا؟ هي ما بفعل هذا الزنزانة، هذا تبعي الزنزانة حقي. هي قالك زنزانة لقد لي يوم هنا محبوس يا جنين. قلت لك يوم هنا وما بتفعل هنا، قد لك يوم يا نبل قصدي يا استاذ ماهن. اخي انا من القلق حبسوني ان انا من اللي يهرب الاناث والصار حق المواشي. ايوه الجلابين والمهربين والفلتارين والسلبادين. يا سلام سلم الان، قدوا ندي الحلقه على الله ضاحي، قد عصفورين بحجر واحد. السلام عليكم. الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام يوم النحر. شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال. طيب الأضحية هذه ما هي شروطها ولمن توزع؟ أنا عاد أقول لكم وبتصيروا كذا ولا كذا. يعني لازم تكون الأضحية من الأنعام، ويلزم أن تكون وصلت الأضحية إلى السن الشرعي. بس ما عندنا بيذبحوها وعادي غير ولدت، عادي بتبكي يا طال الأضحية بتبكي ذباح. أيضا يلزم أن تكون الأضحية سليمة من الأمراض، ما عندنا قد فيها القلب، فيها الروماتيزم، بتسأل تذبحها وبتسأل يعني ترحمها منك ترحمها. وضروري تكون الأضحية من مصدر حلال مش سرق، تمام. ولازم ذبح الأضحية في الموعد المحدد لها، ويكون ذبحها بالشكل الشرعي مش ركض. أنا أعرف واحد ذبح الأضحية ركض لو ما طفحها. وتقسم الأضحية ثلاثة أثلاث: الثلث الأول للمضحي وأهل بيته، والثلث الثاني لباقي الأقارب والأصدقاء، أما الثلث الثالث يجب أن يتصدق به على الناس، ويفضل الفقراء منهم، لكن بعضهم داخل بطنه الفقراء والأصدقاء والأقارب والأهل، كما هي مقدمة من أخي وصديقي على الغزي. يعني يا خبره ما بش فايدة، ما بيطبقش الأضحية على ما هي. طبعا يحتاج ان احنا نحافظ على الثروة الحيوانية، لأنها نعمة كبيرة وعظيمة ومهمة للإنسان. وهناك دول بتعتمد مصدر اقتصادها على الثروة الحيوانية، واعرف ناس مصدر غذائهم الأساسي من الثروة الحيوانية. تعتبر الثروة الحيوانية واحدة من أهم الدعائم الاقتصادية والزراعية في البلدان النامية، ولا تقتصر أهميتها الغذائية على ما تقدمه للإنسان من غذاء، بل تساهم في إنتاج الألياف والأسمدة والوقود والجلود. يا جماعة الخير يا جماعة الخير، يجب الاهتمام بالأغنام والأبقار. عندنا بنهتم بأبو بقرة أكثر من البقر نفسها. بسروا البقر في الخارج، بسروا. يعني بقرة سعمني تكفي 4 حارات و50 دولة وخزن أرضي حليب. قال لك حقنا قد المشلولة. من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أنه سخر لها الثروة الحيوانية، ومنها فوائد كثيرة. الدجاج من هنا البيض، والبقر من هنا الحليب، حتى الجمل بنسافر فوقه ونطفحه ونبغره ونمكنه. يا سفينة الصحراء ركزة كذا الآدم يعطفه يا عم الكل وعمل لو غير ما أعرف جمل طلعوا فوق الخزان ما كانوا يا سفينة الصحراء لو ما تدرب. هذا أبسط مثال على بعض الحيوانات. أما بقية الحيوانات حدث ولا حرج. وعد بعضهم ما يقول لك أخي الجمل هذاك حقد، ما عندي حجة بتشقيبك ب 300 جلجلة. يا رجال حرام ما قد وقعت في التاريخ. اللوي هذاك بكل لك قد بيت طرش هالجمل، وفي الآخر ب 300 جلجلة. لا عدو يطفحك. والجمل داري انه بيلوي، قصدك مش داري ولو غطت عيونه، لكن قد بيقول خلينا ندبدب وباس اين اسير قد السيارة ملا. لكن لا انا ولا حاجة هالجمال اقسم بالله ما يعرف امه. أيضاً تحتاج الثروة الحيوانية أن يترافق معها اهتمام بيطري، من أجل يكون الجانب البيطري مساندا للاهتمام بهذا النعمة الإلهية.
نعم كثيرة كثيرة، لا هانك لا هانا، لحوم، ألبان، حتى الجلد حقن مفروشات، شنيط، دبيب، ما اشتهيت. أشعت تشتهوا ما عبا قل لي الدلنا نذهب ونكون نحلبهن بترول، ما هذا قدو جناح. والرغم هذا النعم الذي من الله علينا بها، إلا أنه لا يوجد أي اهتمام، إهمال بشكل ما تصوروا. قلتكم الله هذا طلي، هذا حين تذبحه حرام ما عاد تلقى له قراطيس ومسامير وزراقي. الناظر كيف داخل طلي بخاخ وبخاخ، والله خارج نابت. أما الطلي في الخارج أحلى اهتمام وأحلى تغذية وأحلى تهنئة لأم الطلي من خالة أم البقرة إلى أبايب أبوها. وقد تطورنا نطلع في الخارج، في ذاكرت دخل في ذاكرت يخرج لك حليب، يخرج لك بيض، يخرج لك لحمه، يخرج لك مواصلات، يخرج لك صرفه. نا طلي لا قالوا طلي. ساعة طلي حقنا يخرجك مديون، وعاد حين تجي تذبحه يتدلع ويبكي ويفعل له حركات ويتفحور. وفوق كل هذا عاد بيذبحوا الصغار وإناث المواشي، ويقضي على أم الثروة الحيوانية. يا منعه يا بيله، ريحوا لكم من ذبح الإناث، ريحوا لكم من ذبح الصغار. هي تعتبر مصدر دخل وغذاء للبلاد والعباد، لكن ما بش فايدة. الجلابين منشك، والمهربين منشك، والرعوين منشك، والمواطنين منشك، ما عدرينا ايش نفعل. نجي لأسعار الأضاحي، يختلف سعر الأضاحي من دولة إلى دولة، ومن محافظة لا محافظة، ومن مديرية لا مديرية، ومن مطعم لا مطعم، ومن مسلخ لا مسلخ، ومن طاقة لا طاقة. أنا عدر مد يدي. وأخيرا نرجو من الجهات المختصة والجهات المعنية أن يتقوا الله، وأن يهتموا بالثروة الحيوانية، وأن يضبطوا المتلاعبين. والمواطن والكل عليه أن يتقي الله ويحمد الله على هذا الثروة ويحافظ عليها، ويحافظ على ثروة بلاده أحسن ما نستورد من الخارج. بربري باري برا. وتحياتي لكم، وكل عام وانتم بخير، والعيد عيد العافية. الله في أمان الله.